يا مساء الخير يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. وان شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض طريقه تسطيب NetN على VPS من هوستنجر، وهنعرف برضو مع بعض 3 طرق اساسيه اقدر اشغل بيهم NetN عندي على الجهاز بتاعي. مش بس ال VPS، ولكن هفهمك او هعرفك او اديلك نبذه سريعه عن 3 طرق تانيين، وفي حاجه منهم كمان ببلاش. ولكن قبل ما نبدا في الشرح وندخل على طول، خليني اقول لك انا ليه اخترت ال VPS وليه اخترته من هوستنجر. وطالما انت جاي هنا فانت عايز تعرف الطريقه وفاهم الموضوع ده، بس خليني اقوله للناس اللي هي مش متابعه او مش عارفه يعني ايه VPS اصلا. ال VPS يا صديقي هي هوست او سيلف هوست او استضافه خاصه بيك انت، مش زي الشيرد هوست اللي انت بتبقى رافع عليها الورد بريس ويب سايت بتاعك او ايا يكن. لان في نوعين من الهوستنج، في هوست بيبقى شيرد او بيبقى بتشارك الملفات بتاعتك والشركه بتخزنها عندها، وفي حاجه اسمها VPS هوست. طيب ال VPS هوست ده احنا اخترناه ليه؟ عشان NetN، لان ال VPS هوست بيبقى مخصص شويه للانتجريشنز والعمليات اللي بتحصل كتير زي اودو و NetN، لان NetN كله اصلا عباره عن انتجريشنز وحاجات بتحصل. فده اللي خلانا نختار ال VPS. طيب انت لو عندك استضافه مثلا من تسجيل من اي شركه تانية وعايز تشغل عليها NetN، فان شاء الله هنزل لك فيديو قريب. خلينا النهارده نشرح الطريقه بتاعه ال VPS هوست علشان ما اطولش عليكم في المقدمه، وخليني ادخل على طول اشرح لك ايه هي الثلاث طرق الاساسيه اللي انت لازم تبقى عارفها علشان تشغل NetN على الجهاز عندك. وبعدين بعد ما تعرف الثلاث طرق دول هتختار طريقه منهم، وان شاء الله هكون نزلت لك الثلاث طرق دولت على القناه، وهدي لك في الاخر رايي في الثلاث طرق دول وانهي انسب لي وانهي احسن لي. يلا بينا الثلاث طرق اللي مفيش غيرهم علشان تشغل NetN عندك وتبدا تشتغل وتجرب شغل حقيقي. اول طريقه عندنا وهي اللوكال هوست. يعني ايه لوكال هوست؟ اللوكال هوست اللي انت شايفها دي قدامك او الكلمه اللي انت شايفها قدامك دي تعني بالعربي هي استضافه خاصه، ودي استضافه بتبقى موجوده على الجهاز عندك سواء انت ويندوز او ماك ايا يكن. بيبقى عندك انت بقى بتاخد ملفات NetN لان هو اصلا اوبن سورس، وبتسطبه عندك على الجهاز وبتبدا تشغله. والحقيقه يا صديقي ان الطريقه دي بتكون فري. يعني فري بقى يعني ببلاش. طيب يعني ايه ببلاش؟ يعني انت بتبدا تاخد الملفات بتاعه اللوكال هوست اللي هي بتاعه NetN اصلا اللي بتجيبها، وهعرفك الطريقه في فيديو جاي ان شاء الله، استنوه. بتاخد الملفات دي بعد كده بتشغل NetN عندك از لوكال ببلاش من غير اي حاجه، ولكن برضو في شويه عيوب هنعرفهم في الفيديو بتاعها وفي شويه مميزات برضو. خلينا بقى نروح للطريقه اللي احنا جايين عشان خاطرها النهارده، وهي ال VPS هوست. طيب ال VPS هوست احنا شرحناه في اول الفيديو. ميزته ان هو ارخص شويه من اللوكال هوست، وميزته برضو ان انت بيكون عندك تحكم كامل في الداتا بتاعتك، وبيكون اسرع من اللوكال هوست. ومش هقول لك اسرع من الكلاود هوست، ولكن يعني نوعا ما احسن حل فيهم هما الاثنين. طيب يعني ايه ارخص؟ يعني تقريبا انت بتاخد ال VPS هوست ده $6 تقريبا، يعني مش مكملين. لو ضربنا ال6 دولت في 48 جنيه تقريبا الدولار، فهيعملوا لهم حوالي 300 جنيه. 300 جنيه بالمصري هيكون عندك اشتراك شهري ل NetN. طيب لو رحنا بقى ل NetN كلاود هوست، يعني بقى الكلام ده؟ NetN عندهم ويب سايت اسمه NetN، الويب سايت الرسمي بقى اللي انت بتاخد 14 يوم فري توتوريال عليه، اسمه NetN.ai تقريبا او AI. المهم ان انت بتدخل على الويب سايت بتاعهم وبتبدا تسجل بالجيميل بتاعك لو انت اول مره، وبتاخد 14 يوم فري توتوريال، يعني بتاخد 14 يوم فري. طيب ولكن هنا المشكله بقى واللي بتواجه بعض الناس، بعد ما بيخلصوا ال 14 يوم بتوعك يا صديقي بتبدا بقى المشكله. بعد ما ال 14 يوم بيخلصوا الشهر الواحد، وده طبعا مبلغ كبير جدا. حتى لو انت هتشغل الورك فلوس بتاعتك لناس تانية فالموضوع هيبقى صعب شويه، $20. فالحل الاوسط طبعا ان انا اشتغل على حاجه ب$6 وحاجه از سيلف ليا او حاجه شخصيه او VPS شخصي ليا من شركه محترمه زي هوستنجر او اي شركه تانية انت تفضلها. ولكن انا النهارده هشرح على هوستنجر، واعتقد ان كل الطرق بتمشي مع نفس الاستضافات وكلهم بيبقوا واحد. انا كده فهمتك الفرق بين اللوكال هوست والجي بي اس هوست والكلاود هوست اللي هو من NetN نفسه. طيب خلينا دلوقتي ننتقل بقى للشرح، ان احنا هنشرح الفي بي اس هوست. يلا بينا. طيب يا صديق، مبدئيا هتفتح معايا موقع هوستنجر واللي هو hostinger.com. هسيب لك اللينك في الديسكريبشن، او اكتب هوستنجر في السيرش في جوجل هيفتح معاك الموقع ده بالشكل ده.
طيب هنبدأ نضغط على ماي اكاونت وتعمل حساب بكل سهولة، ومش محتاج حاجات كتير. يعني انت ممكن تعمل حساب في ثواني بجوجل وتسجل حساب جوجل بتاعك على طول، مش هتاخد وقت. بعد ما تعمل حساب بيفتح معاك الواجهة بالشكل ده. هتلاقي عندك على الشمال شوية حاجات كده، ويب سايتس ودومينز وايميلز والحاجات دي. احنا كل اللي احنا محتاجينه كلمة في بي اس. هتضغط على الفي بي اس كده، عليها بقول لك في جيم بانل وفي كي في ام في بي اس. احنا هنختار الكي في ام في بي اس اللي هي دي، مش الجيم بانل. هنا بتحدد منطقة الاستضافة، ويفضل ان انت تخليها يعني دي بتبقى حسب انت في انهي قارة. لو انت مثلا في اسيا حاول تختار دولة او حاجة من الحاجات اللي موجودة هنا تبع اسيا. يعني مثلا خليها لاند، خليها الهند مثلا، خليها ماليزيا، اي حاجة من دول قريبة من اسيا. لو انت في افريكا ممكن تخليها البرازيل. في الغالب يعني ألمانيا أو جرمانيا هي اللي بتشتغل مع كله. ممكن تختار جرمانيا، وهنا بيقول لك السرعة اللي بينك وبينها كام. يعني فرنسا تقريبا أقرب لينا. تمام. فبعد ما بتختار بتعمل نيكست، مش هتفرق معاك كتير يعني الموضوع ده. هنا بقى أهم حاجة، هنا بتتشوز انت عايز تعمل الفي بي اس ده تخصصه لايه. ومش شرط ان انت تخصص الفي بي اس ده لان ان، ممكن بعد كده هنشرح حاجات تانية كتير، ولكن احنا جايين عشان خاطر ان. فهتكتب في السيرش هنا ان هيطلع لك اكتر من حاجة. احنا هنختار اول حاجة، مش هنختار الاتنين دول، هنختار اول حاجة اللي هي ان دي، ونعمل سيلكت. بعد كده نعمل نيكست. هنا بيقول لك اعمل كرييت باسورد للفي بي اس ده، علشان بعد كده لما تيجي تدخل على الفي بي اس والداتا اللي عليه تقدر تدخل بكل بساطة. فبتعمل باسورد بيبقى ليه شوية متطلبات شوية يعني يكون، وبعد كده بتعمل نيكست. بعدين هنا بتختار حاجة اسمها ديلي اوتو بيك اب، ودي برضو بتبقى كويسة لو اخترتها بتبقى احسن، ولكن بتزود عليك السعر شوية. ولكن خليك في السكانر عادي واعمل نيكست. يعني هو الموضوع. نيجي هنا بقى للدفع. انت هنا صديقي عندك 4 خطط اساسية. كل خطة من الاسعار اللي انت شايفها دي بتشتغل شهر واحد معاك. اعلى مدة تقدر تشتري فيها الفي بي اس ده هو 2 بالظبط. اللي فضل واللي رجحه لو انت شغلك هيكون تقيل ان انت تختار اللي في النص، اللي هي الكي في ام 2 دي احسن واحدة فيهم يعتبر. برضو لو شغلك كبير ما تروحش للكي في ام 4. لو انت بقى يعني عندك ورك فلوس كتير وحاجات كتير وبتشتغل وعندك داتا كبيرة لعملاء كتير، ممكن تروح لاخر واحدة. طيب الاولى ما انصحكش بيها، والتالتة ما انصحكش بيها كسعر، ولكن التانية اللي هي الكي في ام 2 دي مؤدية للغرض وكويسة جدا وهتستحمل معاك حاجات كتير. فبتعمل عليها سيلكت، هتلاقي عليها ديسكاونت او عرض كده. بعد كده بتختار الكمية، احنا عايزين واحدة، وبتعمل سيلكت للكارد. طيب احنا جينا هنا بقى لطريقة الدفع. انت قلت لي هخليك تدفع بفودافون كاش او فوري. طيب هقول لك ازاي انا بقى. فهنا في البيمنت في البيمنت ميثود هنا هتلاقي عندك حاجه اسمها تشوز ا ديفرنت بيمنت ميثود، فبتختارها كده. ونسيت اقول لك ان انت من هنا بتختار المده بتاعه الفي بي اس. يعني ممكن تخليها 12 شهر، 24 شهر، ممكن تخليها شهر واحد. ولكن خلي بالك انت هنا لو اخترتها شهر، الشهر الجاي انت هتجدد الفي بي اس بتاعك ب $11 كمان الشهر ده. يعني الديسكاونت ده معمول على 24 شهر. فانا ارجح لك ان انت تشتغل 24 شهر يعني، او تاخد ال 24 شهر كاملين عشان تاخد الديسكاونت. مش عايز وعايز تجرب اول شهر، فبتختار اول شهر وهتدفع حوالي $11. ولو عندك كود خاص، انا كان في كود هسيبه لك في الديسكريبشن، هحاول اسيبه لك في الديسكريبشن، ممكن تحطه يدي لك خصم 10% اضافه. بعد ما بتخلص بتضغط على تشوز بيمنت ميثود عشان نقول لك بقى ازاي تدفع عن طريق فوري. برضو جينا للواجهه دي، ولكن زي ما انت شايف هنا في هنا الكارد، وفي هنا باي بال، وفي هنا جوجل باي. في تحت هنا سهم على بيمنت ميثود تانية زي فوري. فبتفتح التابة بتاعت فوري كده وتنزل تضغط على كونتينيوس فوري. بيحولك على صفحة فيها
رقم فوري تدفع بيه. ولو انت معاك ابلكيشن فوري من خلال فوري بالابلكيشن تاخد الرقم ده وتقدر تدفع الفلوس عن طريق فودافون كاش تحولهم لفوري. الناس اللي هي بتستخدم فوري عارفه ده. طيب ما عندكش فودافون كاش وما عندكش ابلكيشن فوري، بتاخد الكود ده تروح لاي حد بتاع سنترال او اي حد عنده مكنه فوري، تقول له انا عايز ادفع بكود فوري بي ده، عايز ادفع المبلغ اللي عليه. هو المبلغ اول ما بيحط الكود ده بيظهر معاه المبلغ اللي هو مثلا 535 جنيه. تمام. وكود الخدمة 788 لو الشخص ده مش عارف ايه الخدمة دي. تمام كده. بعد ما بيخلص بتلاقي الصفحة دي، يعني انت الكود ده بيبقى ليه مدة تقريبا او بيبقى صالح لمدة معينة. فانت يعني غالبا المدة دي اهي مكتوبة تاريخ انتهاء الصلاحية، بيبقى حوالي، يعني انا بسجل النهاردة بيبقى حوالي 10 ايام. تمام. 10 ايام بالظبط، 10 ايام. فالتاريخ الصلاحية ده بيبقى 10 ايام، انت معاك 10 ايام تدفع. لو دفعت الفي بي اس بتاعك بيبقى موجود معاك في الفي بي اس، لو طلعت بره كده هتلاقي موجود معاك في الفي بي اس بتاعك كده من بره. طيب بعد ما الفي بي اس بينزل، فلنفترض انا فتحت لك في بي اس، لان انا الفي بي اس ان بتاعي شغال على اكتر من حاجه رابط بيه ايفوليوشن اي بي اي وقصه كبيره كده. فبكل بساطه يعني انت اللي بيفتح معاك كده بدل ما بتبقى كلمه اودو بتبقى كلمه ان. تمام. وبتضغط على حاجه اسمها اداره التطبيقات. اول ما بتضغط على اداره التطبيقات دي هيبدا يحولك على صفحه تبدا تعمل السيت اب بتاع ان بتاعك. يعني ايه تبدا تعمل السيت اب بتاع ان بتاعك؟ يعني تحط الايميل بتاعك، تحط الباسورد، تتاكد الباسورد والحاجات دي بحالها. وبكده انت بقى عندك ان بيبقى شغال على لينك معين اللي هو الاس اس اتش روت او الاي بي اي بتاع الفي بي اس بتاعك. بتفتح اللينك بتاعه فبتلاقي ان شغال بكل بساطه. تقدر بقى تحط الكاستمايز ده او تحط ان بتاعك على دومين تاني. لو دخلت تحت شويه عن المقالات ذات صله مثلا هتلاقي حاجه لها علاقه ازاي ترفع ان بتاعك على دومين معين على حاجه معينه وما الى اخره. انت تصفح وهتلاقي الموضوع بالنسبه لك. وبكده يكون خلصنا شرح الفيديو بتاعنا النهارده، ومتنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو عجبك الفيديو، واستنونا في فيديوهات جايه ان شاء الله. هتبقى فيديوهات كتير عن ان فاشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.